أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة على قناة من قلب التاريخ. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع من الموضوعات المهمة جدا. هنتكلم عن حكاية آخر ملوك مصر، الملك فاروق الأول. تخيل معايا كده شاب عنده 16 سنة بس بيبقى ملك على واحدة من أهم دول المنطقة، الجماهير بتحبه والجيش بيحترمه والنخبة شايفة فيه أمل جديد لمصر. لكن بعد سنوات قليلة نفس الملك ده هيتحول لرمز للفساد في نظر شعبه، وهيسيب قصره في ليلة واحدة ويركب يخت ملكي من غير رجعة. ايه اللي حصل؟ هل كان فاروق ضحية مؤامرات ولا فعلا كان في سبب؟ كان فعلا كان سبب سقوطه هو نفسه؟ دي قصة الملك فاروق الأول، قصة النهاية الدرامية لعصر كامل. بالنسبة للنشأة والبداية، طبعا الملك فاروق اتولد في سنة 1920. طبعا كان ابن الملك فؤاد الأول، وكان عايش حياة ملوك بقى، قصور وتعليم خاص وكل حاجة جاهزة له. بس المفاجأة إن أبوه الملك فؤاد الأول مات سنة 1936، وفاروق كان لسه عيل صغير وقتها. ومع ذلك بقى ملك رسمي على مصر. طبعا في الأول كان في مجلس وصاية لحد ما يكبر، بس أول ما استلم الحكم فعليا الناس كانت شايفة فيه الملك الشاب اللي هيغير الدنيا. طبعا في الأول بقى فاروق كان محبوب جدا، شكله شيك، أسلوبه جذاب، بيتكلم مع الناس ببساطة. ولما اتجوز الملكة فريدة الدنيا قامت وما عادتش. الناس شافته كأنه ملك رومانسي قريب منهم، بس الحكاية ما فضلتش كتير كده. الصدمة الكبيرة لما الإنجليز كسروا هيبته. طبعا سنة 1942 حصلت كارثة حرفيا، حادثة 4 فبراير عام 1942. طبعا اسباب الحادثه دي وقتها كانت طبعا حصلت بسبب الحرب العالميه الثانيه. مصر طبعا عندها موقع مهم جدا وممتاز وقريبه من قناه السويس، وطبعا ده غير القاعده العسكريه للانجليز، مفتاح للسيطره على المنطقه. وطبعا الانجليز كانوا عاوزين حكومه على مزاجهم، لانهم هم اللي كانوا مسيطرين على مصر وقتها. وطبعا الإنجليز كانوا عايزين حكومة تضمن ولاء مصر ليهم في الحرب. ومن هنا دخل حزب الوفد، والإنجليز كانوا شايفين إنه له شعبية يقدر يسيطر بيها على الشارع ويقف معاهم في الحرب. طبعا فاروق كان رافض انه يجيب حكومة حزب الوفد، اللي كان طبعا حزب الوفد اللي كان بيرقصه مصطفى النحاس باشا. هو ما كانش عايز حكومة الوفد، لأنه هو كان شايف إن هم خطر على سلطته، وإنه مش عايز حد ينافسه على الشعبية، وكان عاوز يتحكم في الحكم لوحده. طبعا يوم 4 فبراير طبعا لما فاروق رفض طلب الإنجليز بتعيين حكومة الوفد، طبعا الإنجليز أسروا بالدبابات، والسفير البريطاني مايلز لامسون دخل وقال له يا تعين حكومة الوفد يا تتنازل عن العرش. طبعا الانجليز كانوا خايفين ان مصر تقع تحت تأثير المانيا وقتها، وانهم كمان محتاجين استقرار ومش مستعدين ان هم يخاطروا بمصر وقت الحرب. طبعا اضطر فاروق لتعيين حكومة الوفد. وطبعا حصلت الكارثة، طبعا ان هيبته وقعت قصاد الجيش والشعب. طبعا هيبته وقعت قصاد الشعب، والجيش فقد الثقة فيه، وبقى شكله ملك تحت سيطرة الإنجليز. طبعا بعد كده ان شاء الله هنتكلم. طبعا احنا اتكلمنا دلوقتي عن حادثة 4 فبراير، وازاي انها كان لها تأثير سيء جدا على الملك فاروق. طبعا الملك فاروق بعدها اتحول من ملك محبوب لاتهامات بالفساد. بعد الحادثة دي كانت بداية شخصية فاروق. طبعا شخصيته اتغيرت، بقى مهتم طبعا بالطرف زيادة وجمع التحف والمجوهرات بشكل مبالغ فيه. وطبعا ده غير السهرات وحياة الرفاهية. والناس بدأت تقول إن الملك ده بعيد عننا خالص، وكان طلاقه من الملكة فريدة خلى صورته تهتز أكتر. فجأة الحب بدأ يتحول لانتقاد، حب الشعب ليه طبعا يعني. طبعا الضربة القاضية كانت حرب 48. تيجي بقى حرب 48 دي كانت الضربة التقيلة بالنسبة للملك فاروق. الجيش المصري دخل الحرب، لكن حصلت مشاكل ضخمة طبعا بسبب سوء التنظيم والقرارات الغلط وفضيحة الأسلحة الفاسدة، والنتيجة هزيمة، والناس حملت الملك المسؤولية. طبعا بالنسبة لحياة الملك الشخصية، طبعا أمه كانت الملكة نظلي. الملكة نظلي دي كانت ست عندها شخصية قوية جدا. طبعا شخصيتها كانت تقيلة في بالنسبة للقصة يعني، وكانت شخصيتها قوية ومسيطرة، وكان ليها تأثير كبير على الملك فاروق وهو صغير. وبعد ما كبر العلاقة بينهم اتقلبت شوية.
وحصل بينهم خلافات كبيرة جدا، وخصوصا لما سافرت برا مصر واستقرت في أمريكا. وكان هناك طبعا كان في تحول طبعا في حياتها هناك بشكل صادم للناس وقتها، وده أثر على صورة العيلة الملكية كلها. طبعا الملك فاروق كان ليه 4 اخوات بنات. الأميرة فوزية دي تعتبر من أجمل نساء العالم، وقتها اتجوزت شاه إيران محمد رضا بهلوي، لكن الجواز فشل ورجعت مصر واتجوزت إسماعيل شيرين. ده طبعا اللي خلفت منه واستمرت في جوازها معاه. طبعا الأميرة فايزة كانت أقل ظهور إعلامي، وعاشت حياة هادية نسبيا، والأميرة فايقة واتجوزت من شخص مش ملكي، وطبعا ده كان غريب شوية وقتها. والأميرة فتحية كانت أشهرهم اتجوزت من شخص مسيحي في أمريكا، وده عمل أزمة كبيرة جدا في العيلة وخلى فاروق يغضب منها جدا. بالنسبة لزوجته الزوجة الأولى الملكة فريدة، اسمها الحقيقي صفيناز ذو الفقار. طبعا جوازهم كان قصة حب في الأول، وخلف منها 3 بنات، الأميرة فريال والأميرة فوزية والأميرة فادية. لكن الجواز انتهى بالطلاق سنة 1948، والسبب خلافات وضغط علشان يجيب طبعا الولد. والزوجة التانية كانت الملكة ناريمان، كانت بنت بسيطة جدا مقارنة بالقصر، واتجوزها وهو ملك، وخلف منها ابنه الوحيد الملك أحمد فؤاد الثاني، لكن برضه الجواز مكملش وانفصل. أولاده طبعا ابنه الوحيد الملك أحمد فؤاد الثاني، طبعا ده كان ملك وهو طفل رضيع. وبعد تنازل الملك فاروق عن العرش طبعا، لكن هو ما حكمش فعليا. يعني هو أصبح ملك بعد طبعا أثناء ثورة 23 يوليو 1952. الملك فاروق نزل عن العرش لابنه الملك أحمد فؤاد الثاني. وطبعا هو ما حكمش فعليا لأن بعد سنة واحدة تم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية. طبعا وبناته الأميرة فريال والأميرة فوزية والأميرة فادية طبعا إيه كل دول عاشوا حياة بعيدة عن الحكم بعد الثورة. طبعا بالنسبة للتحليل النفسي للملك فاروق، تحليل شخصيته يعني الملك فاروق يعتبر هو كان طفل اتحط على العرش غصب عنه، والملك فاروق ما كانش جاهز يبقى ملك. طبعا أبوه مات وهو صغير فجأة، وبقى مسؤول عن دولة كبيرة وزي مصر. مفيش طبعا تجربة ولا نضج كفاية. تخيل شاب صغير شايل حمل بلد بحجم مصر، ده لوحده كفيل يخلق ضغط نفسي رهيب وخوف داخلي وقرارات متسرعة. ده غير طبعا تأثير أمه، كانت شخصيتها قوية ومسيطرة وبتتدخل في حياته، وطبعا ليها رأي في كل حاجة، وده غالبا خلاه متردد وبيعتمد على غيره ومش واثق في قراراته بنسبة 100%. وبعدين لما كبر حاول يثبت نفسه بشكل مبالغ فيه. طبعا فاروق كان دايما حاسس انه لازم يثبت انه ملك، خصوصا لانه استلم الحكم وهو صغير، والانجليز كانوا ضاغطين عليه، فعمل يعني استعراض قوة. طبعا ده غير قرارات مفاجأة وتعويض نفسي وطرف وحياة ملوك بزيادة. طبعا الإهانة اللي كسرت جواه حاجة هي حادثة 4 فبراير، دي كانت أهم نقطة نفسية في حياته. تخيل ملك محاصر بالدبابات مجبر ينفذ أوامر، من اللحظة دي ثقته انهارت، أو ثقته في نفسه انكسرت، وصوته قدام نفسه اهتزت. طبعا وبقى جواه إحساس بالعجز، وده خلاه يهرب من الواقع ويروح للطرف والملذات. بالنسبة للهروب من الواقع، ناس كتير بتقول ان هو كان فاسد وبيحب الفلوس، بس في الحقيقة هو كان بيهرب من ضغط الحكم ومن فشله السياسي ومن شعوره انه مش مسيطر. طبعا بدأ يجمع مقتنيات ويعيش حياة مبالغ فيها، ويدور على اي حاجة تديه احساس بالقوة. وطبعا فشل العلاقات العاطفية. جوازه من الملكة فريدة كان في الاول حب، بس بعد كده ضغط الانجاب، خصوصا ان هو كان عاوز ولد علشان يورث الحكم. وطبعا مشاكل القصر والتدخلات الناس اللي حواليه طبعا خلت العلاقة تنهار، وده أثر نفسيا عليه جدا، وخلاه أكتر توتر وعصبية والغضب الداخلي. وتحول بعد كده مع الوقت من ملك محبوب إلى شخص عصبي ومندفع، وقراراته عشوائية. ثقته في نفسه قلت، وبقى شايف إن الكل ضده. لما حصلت الثورة مقاومش كتير، لأنه كان نفسيا منهك وفاقد الثقة، وحاسس إن النهاية جاية، فاستسلم بسرعة نسبية. الخلاصة ان هو ما كانش مجرد ملك فاسد زي ما البعض بيقول، ولا هو كان ضحية بريئة زي ما البعض شايف، لكن هو انسان اتحط في مكان اكبر منه بكتير. ضغط السلطة كسره، والاهانة هزته، والهروب ضعفه، والهروب ضيعه وضعفه. واحيانا المشكلة مش في السلطة نفسها، لكن في الشخص اللي شايلها، هل هو قدها ولا لا. طبعا بالنسبة لإنجازات الملك فاروق الاقتصادية والعمرانية، الاقتصاد المصري طبعا كان قوي جدا في عهده، كان من أقوى اقتصاديات المنطقة.
الجنيه المصري كان له قيمة عالية جدا وكان أقوى من عملات كتير، ومصر كان عندها احتياطي ذهب محترم لدرجة إن مصر كانت تعتبر دولة غنية نسبيا وقتها. تطور الزراعة كانت طبعا الزراعة هي الأساس الاقتصاد المصري، والقطن المصري كان من أجود أنواع القطن في العالم. صادرات القطن كانت مصدر دخل رئيسي فيه، وطبعا حصل تطوير نسبي في نظم الري. مصر كانت دولة زراعية قوية. بداية الصناعة الوطنية، رغم أن الصناعة بدأت قبل فاروق، لكن في عهده حصل توسع مهم خصوصا من خلال شركات بنك مصر ومصانع الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وشركات النقل. يعني كان في محاولة لبناء اقتصاد وطني مش بس زراعي. بالنسبة للتوسع العمراني، طبعا حصل توسع في المدن زي القاهرة والإسكندرية وبناء العمارات الكلاسيك اللي لحد النهاردة موجودة، وده واضح في بعض وده واضح طبعا. وتطوير بعض الطرق والمرافق. طبعا ده كله واضح لحد دلوقتي في شكل وسط البلد. بالنسبة للنقل والمواصلات، النقل والمواصلات تطوير. طبعا حصل تطوير في السكك الحديدية ووجود ترام في القاهرة والإسكندرية، وشبكة مواصلات كانت كويسة جدا وقتها، ومصر كانت متقدمة نسبيا في البنية التحتية. بالنسبة للتعليم، طبعا حصل استمرار وتطوير الجامعات زي جامعة فؤاد الأول، وتوسع نسبي في التعليم، لكن برضو التعليم ما كانش واصل لكل الناس وقتها، وده من عيوب الفترة. طبعا الانجازات ديت مش كلها من صنع فاروق شخصيا، لكن في جزء كبير منها كان امتداد لعهد قبله، وكان في نفوذ انجليزي مؤثر في الاقتصاد. طبعا في عهد فاروق كان في محاولات فعلية لتحديث الجيش وإدخال أسلحة حديثة نسبيا، وتحسين التدريب وإرسال بعثات عسكرية للخارج، وزيادة عدد الضباط والجنود، وتطوير نظام الكلية الحربية وتخريج جيل جديد من الضباط اللي اتخرج منهم طبعا زي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وزمايله. طبعا يعني بشكل غير مباشر هو ساهم في تكوين الجيل اللي هيقود مصر بعد كده. وطبعا تطوير المؤسسات العسكرية ودعمها، وتطوير التدريب العملي والنظري، وإدخال نظم حديثة في الإدارة، ده ساعد على رفع مستوى الضباط. وكان في محاولات لتقليل الاعتماد على الإنجليز، وسعى لبناء جيش وطني، لكن الإنجليز كانوا مسيطرين بشكل أكبر. طيب حد هيسألني مثلا هو ليه طالما كان في تطوير في الجيش وقتها كده، ليه تزامنا في حرب فلسطين؟ هو سؤال كويس جدا. طبعا اسباب هزيمة حرب فلسطين طبعا بسبب الاسلحة الفاسدة. طبعا الجنود اكتشفوا اثناء المعركة ان في ذخيرة طبعا ما بتضربش، واسلحة بتعطل، ومعدات غير صالحة، والكارثة ان ده حصل بسبب فساد صفقات السلاح. طبعا سوء القيادة والتخطيط والقرارات العشوائية، وان مفيش خطة واضحة طبعا. وطبعا الأوامر طبعا كانت متضاربة، وتدخل السياسة طبعا في الجيش. القصر كان بيتدخل، وقرارات كانت طبعا بتأثر، والقرارات العسكرية كانت بتتأثر بالسياسة. طبعا ده غير طبعا وجود الجيوش العربية. طبعا كان في جيوش عربية متعددة في الحرب دي، زي الأردن وسوريا والعراق، لكن طبعا ما كانش في تنسيق بينهم وبين الجيش المصري. طبعا ده غير تأثير الإنجليز غير المباشر، لأن الإنجليز كانوا مسيطرين بقالهم فترة كبيرة على الجيش المصري لغاية ما ضعفوه. طبعا العدو كان مستعد جدا ومنظم وعنده خطة واضحة ومتدرب كويس، يعني مش عدو سهل. والحقيقة انه رغم التطوير الجيش كان لسه بيتطور ومش جاهز لحرب كبيرة بالشكل ده محتاج وقت. طبعا الثورة لما حصلت كان في خطط للقضاء على الضباط الأحرار طبعا بالقوة. وكان عند الملك أسطول مصر طبعا الملكي، ووحدات من الجيش وقوات الشرطة والقصر. وبعض المصادر التاريخية بتقول إن فاروق كان متردد جدا، وطبعا بعض الروايات بتقول إنه أصدر أوامر بعدم مهاجمة الضباط الأحرار بسبب خوفه من احتمالية سقوط قتلى، وصعوبة السيطرة على الشوارع، وضعف الثقة في القوات الموالية له. وطبعا ده غير إن هو ممكن يكون منع الضباط خوف شخصي على حياته، وضغط سياسي من انجلترا والمجتمع الدولي، ووعي داخلي ان الجيش ممكن ينقلب عليه لو قتل ضباطه. النتيجة طبعا السماح للثوار بالتحرك بدون مواجهة مباشرة من الأسطول. وطبعا والثورة طبعا كسبت أرض بسرعة، وبعد ساعات قليلة تنازل عن العرش. بالنسبة للمنفى طبعا هو تنازل عن العرش وركب يخت المحروسة الملكي من اسكندرية، وساب مصر خالص واستقر في إيطاليا. بس هنا طبعا كان التحول الكبير. طبعا مفيش سلطة ومفيش عرش،
ومفيش شعب. طبعا مجرد ملك سابق بدأ يعيش حياة مختلفة، ثغرات كتير وأكل بشراهة، وزاد وزنه بشكل ملحوظ، وعلاقاته هناك اتفككت. طلق الملكة نريمان وبقى شبه وحيد من قمة السلطة لوحدة قاسية. طبعا الفلوس بدأت تقل، باع جزء من ممتلكاته وعاش حياة فيها طرف لكن بدون استقرار. سنة 1965 أكل وجبة كبيرة جدا وفجأة سقط ومات عن عمر 45 سنة رسميا بسبب أزمة قلبية، لكن في كلام تاني بيؤكد غير مؤكد إن غير مؤكد عن احتمالات تانية. لكن الأغلب إنه مات بشكل طبيعي بسبب حالته الصحية. في الأول اتدفن في إيطاليا، لكن بعد كده تم نقل جثمانه لمصر واتدفن في مسجد الرفاعي مع والده الملك الملك فؤاد الأول وجده الخديوي إسماعيل. طبعا في النهاية قصة الملك فاروق الأول مش مجرد حكاية ملك يعني خسر العرش بتاعه، لكن دي حكاية إنسان اتولد في قصر واتربى على إنه يحكم بلد. وطبعا الزمن حطه في اختبار كبير أكبر منه. طبعا من طبعا الزمن حطه في اختبار أكبر منه بكتير، من شاب الناس كانت شايفة فيه الأمل لملك محاصر بالدبابات، للرجل بيغادر مصر. وطبعا بينتهي بيه الحال غريب بعيد عن كل حاجة. والسؤال اللي هيفضل دايما، هل كان فاروق ضحية ظروف قاسية ومؤامرات أكبر منه، ولا كان فعلا هو السبب في سقوط نفسه؟ يمكن الإجابة تختلف، لكن الحقيقة الوحيدة اللي محدش يقدر ينكرها هو إن سقوط حكمه أو سقوطه هو ما كانش مجرد نهاية ملك، لكن كان نهاية عصر كامل وبداية مصر جديدة تمام. بكده تكون حلقة النهاردة انتهت. كان معكم محمد سالم. لو عجبتكم الحلقة يا ريت تدوسوا لايك وتدوسوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونتقابل في فيديو جديد. سلام.